السلام عليكم. رجعنا لكم فيديو جديد ديال واحد الفيديو ديال شوفوا كيفاش يطيشوا في التفاح الصهاينه وما داروهاش. هادو جزائريين كيلوحوا التفاح وما كيبيعوهش لاولاد الشعب، تيفضلوا انهم يلوحوه ولا يبيعوه بالرقه. ونخليكم مع مقتطفات من هذا الفيديو هذا. جزائريين راني نقول تجار الفجار اللي راهم يرموا في هذا الصوالح، والله حسابكم عند ربي غير تخلصوها بقرب بنتها ان شاء الله. شوفها البارون يلي رميت هذه، انت ما خفتش من ربي سبحانه؟ كدست السلعه يا وانا رايح نخافك منك انت. يا حصل. كما كتشوفوا البارونات الكبار ديال التخزين ديال المواد الغذائيه كيلوحوا التفاح، كيلوحوا البنان، كيلوحوا الشعب الجزائري ما لا قيمه ياكم ساكن. نشوفوا لي كومونتير ديالهم. هؤلاء المجرمين الذين فضلوا رمي التفاح على ان يباع بثمن معقول للمواطنين. راه هادشي راه ما كاينش غير في الجزائر، كاين حتى في المغرب. قال لك كلام باش كيعجبوني الصراحه الجزائريين انايا، كيدويو على الحق ديالهم الصراحه. يعيش في الرخاء الا يستحق هذا الشعب المناضل ان يعيش في الرخاء، الا يستحق ان يفرح. حسبي الله ونعم الوكيل. المهم بزاف لي كومونتير كيعبروا على السيئة ديالهم. الحمد لله حنا في المغرب الحمد لله ما كاينش هادشي بزاف، كاين ولكن داكشي قليل. لذا كنقولوا الاخوان الجزائريين الله يكون في العون ديالكم ان شاء الله كلشي يرجع بخير وعلى خير. السلام عليكم ورحمه الله.